مرحبا بالجميع. بما إنه الأجواء بلشت تبرد، لازم هلأ نصير بالسهرة نتسلى بمشروبات سخنة. وأنا اخترت لكم اليوم إنه نساوي السحلب من دون مادة السحلب، وهلأ بدنا نشوف طريقته. طريقة سهلة كتير والنتيجة روعة، مشروب طيب كتير بهالبردات. يلا هلأ نبلش نشوف المقادير. أنا هلأ بدي أحط 6 أكواب من الحليب، حليب بارد طبعا. طبعا أنا اخترتهم 6 حسب الأشخاص اللي راح يشربوا. 4 أشخاص نحنا، بدنا 6 أكواب لأنه الحليب بده يقل حجمه عندي وقت بصير كثيف. حطيت لهم ال6 أكواب نص الكوب سكر أو أكتر بشوي، وربع الكوب نشا. طبعا النشا بنعرف نحنا إنه لازم يتحرك على البارد، لهيك الحليب بارد عنا. بالمضرب اليدوي حركتهم كتير منيح، بتأكد إنه النشا داب عندي. طبعا بالنسبة إذا بدكن النشا بعيار المعالق، كل 4 أكواب بدنا معلقتين كبار أو معلقتين عاديين بس مليانين من النشا. هلا نقلتن على النار. طبعا بالبداية النار قوية، بس بدنا نضل نحرك لحتى ما يلزق معنا. وكمان الطنجرة إذا بتكون غير لاصقة بيكون أفضل. هلا بدي أضيف فانيلا نص معلقة، برجع بحرك من جديد. ما بدنا نترك التحريك مثل ما قلت لكم مشان الحليب ما يلزق عنا. هلا وهلا بدي أضيف ما زهر. كمان ضفت تقريبا معلقة كاملة. تمام بحرك. هلأ بنوص الغاز شوي، بخليه الغاز متوسط حرارته. بضل عم حرك لحتى يبلش يغلي عندي، وشوف قوامه كيف صار. مثل ما نكون شايفين بلش يغلي عندي وقوامه اختلف، تقل القوام وسمك. هذا هو القوام المطلوب للسحلب. طبعا ما بدنا نحن نجمده كتير مثل المهلبية. هذا هو قوام السحلب المفروض يكون. خليه يغلي شوي صغيرة بس، بعدين ببلش بالسكب. هيك صار جاهز عندي بهالشكل هذا. وهلا أنا جهزت الكاسات اللي بدي أسكب فيهم السحلب. هلا بعد ما خلصت سكب السحلب، أنا عندي هدول مثل ما بتعرفوا، هدول بينحطوا على فناجين مثلا الكابتشينو عشان يعطوا منظر حلو أو رسمة حلوة. هلا أنا استعملتهم. بدي رش قرفة من فوق لحتى يعطي شكل القرفة شكل حلو بقلب الكاسات. فيكن انتو طبعا إذا ما توفر هالشي تستغنوا عن هالموديل.
أو هالخطوة هاي عادي من دون أي رسمة فيكن تتفننوا وتضيفوا القرفة طريقتكن حسب كل واحد ذوقه. طبعا السحلب من دون قرفة ما بيمشي الحال، معروف إنه السحلب لازم له قرفة زينة أو فينا نخلطه بقلبه حسب كمان رغبتكم. هلا أنا تقريبا شايفين الرسمة حلوة يعني طلعت، هي تجربة مني مو أكتر، يعني زبطت 90%. بس أنا عم ورجيكم كيف بنقدر نتفنن بالكاسات وانتو زبطوا على ذوقكم. كمان أنا عندي جوز الهند بيطلع طيب كتير على السحلب إذا ضفناه، يعني أنا هيك رح ضيفه عشوائي مثل ما قلت لكم، هي بترجع إلكم. نحنا كمان ما بدنا نخفي الرسمة، يعني عم حاول حط بالأماكن اللي ما فيها قرفة. هلا أنا تركت الكاسة الرابعة حتى أورجيكم إنه فيني زينها بأسلوب تاني من دون رسم أو إني أتقيد فيها. كمان عندي لوز مطحون أو مكسر، هذا المتوفر. ممكن إذا عندكم بندق فستق حلبي بيطلع منظره كتير حلو. مثل ما قلت لكم المتوفر فيكن تتفننوا وتزينوا كاسة السحلب، وكمان بيعطي طعم كتير طيب. بكتفي بهالشي هلأ، وهي كاسات السحلب سخنة جاهزة للشرب بهالجو البارد. طريقة سهلة كتير ما بدها عذاب. هي إذا ما توفر عندك السحلب الجاهز ممكن إنه تساويهم بسرعة وتدفوا حالكم فيها أنت والعائلة. بتمنى تكون عجبتكم وصفتي وتجربوها، وصحة وألف عافية.